يعني نحن وجودنا يعني مطار بنينا هذا لو يسيطروا عليه اخوانك معناها خلاص انحلت المشاكل. طب انت ليش اخوانك ليش مش قادرين يروحون على مطار بنينا؟ مو الذخيره، انت عارف الدعم. ما عندهمش ذخيره، فقط ذخيره معلوم. والله الا الدعم. يعني لو في دعم يروحون يجيبون مطار بنينا؟ والله يجيبون مش مطار بنين، يجيبوا الشرق كله على مصر. شنو حاجتهم شنو؟ الذخائر قذايف 106 105 كلاشن. وين يجيبوها؟ نجيبوها نحن، ما عليك فيها. انت ما بتعرفني انت؟ يعني يجيبوها بس مسألة فلوس يعني بس. مسألة فلوس. انت عارف التفاصيل كلها يعني. انت تعرفني منين نجيب يعني. طيب ان شاء الله خير. المهم انت عاد تكلم مع عبد الحكيم زي ما بدك ويلا يعني. نعم بس يا عبد العظيم، يعني الشيخ سالم صاحب أشرف بن إسماعيل في المغازي، لكن ما بده يكلمه. وأشرف بن إسماعيل علاقته بأبو فهد، يعني عنده كم خط، لكن نحن يعلم الله بثقتنا فيك ما نبغى نمشي إلا عن طريقك أنت يعني. لا هذا بالنصيب، العملية بالنصيب. هو الحقيقة الشيخ سالم هذه الأمانة في رقبته، فأنا قلت له أنا واصلك وعبد العظيم، وعبد العظيم إن شاء الله يعني الله غالب، اللي يقدر عليه بيسويه. أنتوا يعني اتصالكم مع ثوار مغازي مع منهم؟ يا أخي يا أخي نتكلم على زياد، نتكلم على وسام، كلهم هذول. طيب إن شاء الله خير. يعني هذول كلهم يعني معانا، يعني ما الجماعة الآخرين هذول يعلم الله، هذول حيتعبونا وحيدمروا مشروعنا اللي تعبوكم حيتعبونا نحن. من شان موضوعكم إن شاء الله الأحد أو الاثنين أروح وين؟ الدوحة. بارك الله فيك. الأحد إلى الاثنين إن شاء الله. بارك الله فيك. والشيخ سالم بالعربي، الشيخ سالم شخصية سياسية في الشرق، يعني الآن تكاتف حول الناس كلها ولطف ومتاح. إذا حصلت شيء جوزني شرقاوية. قال لك أنا حصلت لك شيء جوزني شرقاوية 4. قول له 96% عطولك زي الأمر، قول له ما تعرف. أسمع، كأنك زوجت دينا واحدة تعمل شربة عدس. أنت مش قادر تقول لها حتى اسكت. اسمع تهتم لي باليورو للشيخ سالم وما عليك الجوز الجعري. خلاص والله بالله يهتم بهذا الشغل، اهتم به جدا جدا جدا.